اهلا بيكم في سلسله اتعلم هيروغليفي مع ساره. كلمتكم في المحاضرات اللي فاتت عن ازاي ارسم العلامات الهيروغليفيه، وكلمتكم على مبادئ الهيروغليفيه وازاي عرفنا ننطق الهيروغليفي رغم ان هي اصلا لغه مش كتابه مش نطق. النهارده بقى جايبه لكم كتاب ممكن تعتمدوا عليه لو انتوا لسه مبتدئين في تعليم اللغه المصريه القديمه. هو كتاب الدكتور عبد الحليم نور الدين الله يرحمه. الكتاب ده هتلاقوه في كل المكتبات. الدكتور عبد الحليم نور الدين ارشحه لكم، جميل جدا 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 للناس اللي لسه مبتدئه في تعليم اللغه المصريه القديمه. الكتاب دوت فيه نصوص وفيه القاب ملكيه وفيه اسماء ملوك، يعني شامل وجميل جدا للناس المبتدئه. في كتاب تاني بس انا مش عارفه موجود في الاسواق ولا لا، ده انا كنت بستخدمه ايام الكليه ومعتمد على اغلب شرحي في الفيديوهات بتاعتي اللي نزلتها لكم منه. دوت مبادئ الاساسيه لقواعد اللغه المصريه. انا عايزه اقول لكم ده كتاب دكتور عبد الواحد